شباب من قصور وقرى القرارة يستفيدون من إعانات السكن الريفي. قبل كانت صح نعانوا باه واحد باه يوصل يعني يستفيد من مقرر ولا من سكن بفضل الدولة ورئيس الجمهورية. أنا فرحانين بيان سور، هذه راني فرحان، هذه مدة راني نستنى فيها. الحمد لله التقسيم هذا مس كل الفئات، من فئة الشباب اللي كانوا تسناو هذا الشيء هذا، وهذا فرحانين الحمد لله. عطاوني بناء اللي في قصر عغلات بلدية ولاد سعيد ولاية تيميمو. راني فرحان ونحمد ربي ونشكره على هذا العنزات، وتحية للجزائر إن شاء الله. الاستفادة من السكن لفائدة 537 عائلة. هذا جزء من برنامج إجمالي يقدر ب2000 إعانة للبناء الريفي. إذا كانت لنا هذه فرصة أننا نوزع هذه المقرات لفائدة هذه العائلات، والعملية سوف تستمر في سنة 2023، وكذلك نبدأ باستلام السكنات الاجتماعية المقدرة ب800 وحدة ابتداء من نهاية السداسي الأول من سنة 2023. وتتواصل جهود السلطات المحلية إلى الوفاء باحتياجات المواطن بإنجاز مشاريع سكنية أخرى بصيغ مختلفة. نحن الآن كذلك في ورشة تابعة لمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، حصة مقدرة ب400 سكن عمومي إيجاري. أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي، سكن الترقوي العمومي الألبية، فقد استفادت ولاية تيميمون بحصة مقدرة ب100 مسكن عمومي ترقوي. توفير سكن لائق للمواطن هو في مقدمة السبل التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي.